حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني ماشي بعيد، راه كبار الفنانين اللي سابقين. السلام عليكم ورحمة الله. انهيار والدة سعد المجرد نزهة الرجراجي في أول ظهور وتصريح بعد الحكم على ابنها بالسجن 6 سنوات، وتكشف مفاجأة ستهز المغاربة. شاهد ماذا قالت. ولكن إذا كنت مسلم وتتفق بأن سعد المجرد مظلوم في هذه القضية، اضغط إعجاب بالفيديو وصلي وسلم على نبينا الكريم. بالأمس أعلنت محكمة فرنسية بالحكم على الفنان المغربي سعد المجرد بالسجن 6 سنوات، وذلك بعد مضي أقل من شهرين على زواجه. ووفق صحيفة لوموند الفرنسية، فإن المحكمة أدانت سعد ب6 سنوات سجنا بتهمة الاغتصاب عقب دعوة رفعتها شابة فرنسية عام 2016 تدعى لورا، وهو ما يعني اعتقال سعد فور صدور الحكم وإيداعه السجن. والدة سعد المجرد الفنانة نزهة الرجراجي دخلت في نوبة بكاء وانهارت عقب سماع خبر سجن ابنها، وهي الآن في حالة حرجة. وللأسف كلنا مؤمنين بأن الفنان المغربي الخلوق سعد المجرد هو بريء في هذه القضية، فهذه الأفعال ليست من شيم المغاربة الأحرار، وبإذن الله تظهر براءته في القريب العاجل ويعود لحضن والدته وعائلته. وكلنا عارفين بأن فرنسا دائما لا تحب المغرب وتفتعل الأزمات لكل مغربي حر. فبالأمس القريب كان طرد الإعلام المغربي الحر رشيد مباركي من قناة فرنسية لقوله بأن الصحراء مغربية. كلنا واثقين في براءة سعد، والحقيقة ستظهر في القريب العاجل، ونحتفل جميعا بخروج فناننا الجميل ومعانقته للحرية. وفي النهاية، إذا كنت مسلم وتتفق بأن سعد المجرد مظلوم والقضية ملفقة من فرنسا، اضغط إعجاب بالفيديو ولا تنسى الاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد.